قال وبانتهى شعبان للكمال أو حكم قاض قبل بالهلال شهر الصيام واجب الصيام. شرحت هذا الكلام في اللقاء السابق. بالعقل والبلوغ والإسلام وقدرة على أداء الصوم. شروط وجوب الصيام ذكر 4: الإسلام والبلوغ والعقل وإطاقة الصوم. قلنا ويزاد عليها الصحة والإقامة. قال شهر الصيام واجب الصيام بالعقل والبلوغ والإسلام وقدرة على أداء الصوم مع نية فرضا لكل يوم وواجب تقديمها عن فجره وأجزأت في النفل قبل ظهره. هذه شروط وجوب الصيام. ثم تكلم بعد ذلك في فصل عن المفطرات. قال ما يفطر به الصائم وسنن الصيام. قال وشرطه أي شرط الصيام ليكون صحيحا بعيدا عن المفسدات والمفطرات. قال وشرطه الإمساك عن تعاطي مفطر عمدا كالاستعاط. والاستعاط ده اللي بنقول عليه النشوء، حاجة زي دواء بيوضع في الأنف زي المرهم أو نحوه، دهان يوضع في الأنف. وإحنا اتفقنا أن المنافذ المفتوحة في اللقاء السابق الفم والأنف والأذن والقبل والدبر، فكل ما يتم إدخاله في هذه المنافذ ويصل إلى الجوف فهو مفطر مفسد للصيام. فقال وشرطه الإمساك عن تعاطي مفطر عمدا كالاستعاط وأكله وشربه وحقنته. الحقنة ما دامت تصل إلى الجوف فهي تفطر، وإحنا أشرنا إليها كأن قطر في إحليله مثلا، أو الحقنة الشرجية. أما الحقنة في العضل أو الوريد ففيها تفصيل عند متأخر الشافعية وقد أشرت إليه أيضا. قال وحقنته ووطئه وقيئه. وقيئه هنا المقصود به القيء عمدا لاستقاء، أما القيء الذي يغلب الإنسان فلا يفطر. قال وقيئه وردته كذلك الإنزال عن مباشرة. كذلك الإنزال عن مباشرة وأشرنا إليه. طبعا الوطء مفطر أنزل أو لم ينزل، ويعتبر الوطء بإيلاج الحشفة أو قدرها في قبل امرأة ماشي أو دبرها مع حرمة الدبر، هذا مفسد. كذلك الإنزال عن مباشرة قلنا شرط فيها كما ذكرنا لمس ونحوه بلا حائل. مجرد اللمس، لو مسك إيد الزوجة مثلا وأصابته شهوة وأنزل بطل الصوم. أما لو كان في حائل لبس جوانتي وهو واضع الإيد لا إشكال ولو أنزل، لا إشكال ولو أنزل. ولذلك قال كذلك الإنزال عن مباشرة، فالمباشرة تماس البشرتين بلا حائل، لمسا كان أو قبلة أو احتضانا أو نحوه. كل المقدمات دون الجماع تدخل في دائرة المباشرة بلا حائل. قال كذلك الإنزال عن مباشرة وما بإحليل وأذن قطرة والحيض والنفاس والجنون وافعل 3 كلها أو فعلها مسنون. فالفطر عجل والسحور أخر وقول هجر في الصيام فاهجر. ده ملخص ما ذكرناه، ثم سيدخل بعد ذلك في الأبيات التي يحرم، الأيام التي يحرم فيها الصيام. نرجع بقى لكتاب منهج الطلاب ونقول الكلام الجديد بالتفصيل، وسنمر على بعض ما أشار إليه ثم جديد. وختمت لقائي مع حضراتكم في اللقاء السابق بقول المؤلف رحمه الله: وحل إفطار بتحر واليقين أحوط. يعني يجوز للإنسان أن يجتهد في معرفة غروب الشمس ويحل له الإفطار بالاجتهاد،
بنحو ورد كان زمان ما فيش الساعات، وممكن إنسان يبقى بعيد في مكان مغلق لا يستطيع فيه رؤية غروب الشمس، فله أن يتحرى أو يجتهد في معرفة الغروب، وله أن يفطر بهذا التحري ولا حرج عليه. قال وحل إفطار بتحر واليقين أحوط، يفضل أن ينتظر حتى يتيقن. إذا كان عنده صورة لصور التيقن يبقى الأولى ينتظر حتى يتيقن ولا يكتفي بالاجتهاد. قال وتسحر أي ويحل التسحر ولو بشك في بقاء الليل. متى يمتنع الأكل ليلا؟ حين التيقن من انقضاء الليل، لقول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فعند التبين يجب الانقطاع قولا واحدا. خلاص؟ طيب، ولذلك لو أن الإنسان تشكك يا ترى الفجر طلع ولا لسه، وطبعا الكلام ده في من كان في بادية أو بيعتمد على خبرته واجتهاده أو رؤية الخيط الأبيض في الأفق. أما اللي معاه الساعة ما يقعدش بقى نقول بقى يدخل معنا في الكلام ده، ماشي؟ إنما التشكك هذا لمن يستطلع ولا يعرف فيظن أن الليل باق، فهذا يجوز له أن يأكل، لقول ابن عباس رضي الله عنهما كل ما شككت حتى لا تشك. يعني ما دام في شك يبقى معناه ليه؟ لأن الليل أصل في بقاء الطعام، يعني أو الطعام بالليل، الليل باقي. إمتى يجب الامتناع؟ إذا دخل النهار، فأنا لسه ما أعرفش الليل قدامي، ماشي، أنا لسه ماشي. أما الوقت احنا بنعرف بأذان المؤذن الثقة الأمين أو بالساعة العالمية أو المؤقتة المضبوطة إلى غير ذلك، ماشي، من الأمور التي يمكننا بها معرفة طلوع الفجر. قال حل إفطار بتحر واليقين أحوط. ليه هنا قال واليقين أحوط؟ مع إن في الأكل في الليل قال ينفع مع الشك تاكل. قال لك لأن في النهار الأصل بقاء النهار وامتناع الطعام، الأصل بقاء النهار وامتناع الطعام، فما تاكلش إلا ما تتأكد إن الغروب قد وقع أو حصل. قال وتسحر أي ويحل التسحر ولو بشك في بقاء الليل. فلو أفطر، ناخد بقى بالنا هنا، أنا ضربت أمثلة المرة اللي فاتت وبأكد عليها دايما في كل لقاء. جماعة اللي بياكلوا سبهللة، يقوم من النوم من قبل ما يبص في الساعة، فتح عينيه وحاطط المية جنبيه، أو يقول لك أكل كده وبعد كده أبقى أشوف الفجر طلع ولا لا. هذا يعني إن صح التعبير استهبال بالبلد، ما ينفعش. بعد كده ياكل وبعد كده يقول بص، وبعد كده يقول لك أنا فوجئت إنه كذا، فوجئت اليوم خلاص فسد. مدام قال هنا فلو أفطر أو تسحر بتحر، يعني هو اجتهد كمان وعمل اللي عليه. زي واحد قام من النوم بص في الساعة 4 الفجر لسه باقي عليه نص ساعة، فقام أكل وشرب وعشان لقاهم بيقيموا الصلاة، فبص في الساعة لقاها 4 زي ما هي، الساعة واقفة، ما ركزش إنها واقفة أول ما بص. هنا ده عمل اللي عليه، ولكن حصل خطأ دون قصد، لا حرج عليه شرعا، لا يأثم، لكن يومه فاسد، يتمه وجوبا، يكمل صوم يومه إمساكا ويقضي يوما مكانه بعد شهر رمضان. واضح؟ قال فلو أفطر أو تسحر بتحر وبان غلطه بطل صومه، أو بلا تحر، الحركة اللي احنا قلناها من شوية كده، قاموا من غير ما يتحرى قال أكل أول، وبعد كده خاصة إنه قايم شايف الدنيا لسه مظلمة بره، فيعني في بعض القرائن التي تجعله يظن أن الليل باقي، ماشي. فلو أكل أو شرب بلا تحر ولم يبن الحال، في مكان مغلق مثلا وما عرفش يا ترى ساعة ما أكل وشرب بلا تحر سواء كان في الفجر أو في المغرب، أكل أو شرب بلا تحر ولم يبن الحال، ما عرفش يا ترى كان هو صح ولا غلط. قال المؤلف رحمه الله صح في تسحره، أي صح صومه إذا كان أكله بلا تحر عند السحور ولم يبن الحال،
معرفش وفضل معرفش، خلاص حكمنا له بصحة الإيه؟ الصوم. بخلاف الإيش؟ الإفطار، لو أكل عند المغرب بلا تحر ولم يبن الحال وجاء يستفتي نقول له اقض يوما مكانه، مع أن الحال لم يبن، ما عرفناش أصلا هو صح ولا غلط، احتياطا للعبادة نقول له اقض يوما مكانه. نعم، لوجود النهار، والأصل فيه الامتناع عن الطعام ولأنه أكل بلا تحر، بخلاف ما لو أكل بتحر ولم يبن الحال. لو أكل بتحر ولم يبن خلاص ما عرفش حاجة، هو اجتهد أصلا أنه يصل فتبين له أن المغرب قد إيه؟ قد الشمس قد غربت. طيب قال ولو طلع فجر، بأكد عليها في كل لقاء ونبيت عليها، مش هقولها تاني المرة دي، مهمة جدا دي. قال ولو طلع فجر وفي فيه طعام فلم يبلع شيئا منه أو كان مجامعا فنزع حالا صح صومه. ماشي. ولو طلع فجر وفي فيه طعام، قلت لكم وأؤكد أن الأئمة الأربعة على أنه لو ابتلع ما في فمه بطل صومه، ما دام تيقن. والطعام زي واحد قام قبل أذان الفجر ب3-4 دقايق وقال الحق كل لقمتين بسرعة على كوباية زبادي، وهو لسه بياكل سمع الأذان، مؤذن الأمين الثقة الذي يدل على طلوع الفجر، أذانه هو العلامة بالنسبة لنا، مو الأفق ولا الخيط الأبيض، صح؟ فسمعت الأذان ومش واحد منفرد، ده 3-4 مساجد خلاص كلهم بيأذنوا، إذن الحين يجب أن أنا أدفل ما في فمي. مفيش حاجة اسمها طب أبلع اللقمة اللي جوه بقي دي، لا. ولو بشرب كوباية مية سيب الكوباية، ما نقولش بقى. كلمنا طبعا وشرحنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء وعلى يده أو وفي يده الإناء فلا يضعه حتى يفرغ منه أو يقضي منه نهمته. وشرحت هذا الكلام، أظن شرحته عندكم برضو ولا لا؟ اديته في مسجد عندنا وأؤكد عليه. قال طيب أجعلها في الفتاوى، لكن الصحيح من قول جماهير أهل العلم والأئمة الأربعة لم يأخذوا بهذا الحديث، لم يأخذوا به، وأولوه وفهموه على أن المراد منه هو النداء الأول، الأذان الفجر الأول الكاذب، لأنه قديما كان الفجر أو بين النداءين دقائق يسيرة جدا، ما بين نزول بلال من على المنارة وصعود عبد الله بن أم مكتوم إلى المنارة مرة أخرى فقط، مش نص ساعة ولا ربع ولا 5. بالإضافة أن سيدنا عبد الله بن أم مكتوم كان كفيفا رضي الله عنه وأرضاه، فكان لا يصعد لأذان الفجر حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني طلع الفجر قوم اطلع أذن يلا. حلو. الحاجة الثانية: خير ما يفسر الحديث الحديثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. من هنا نفهم هذا الحديث الأول: فلا يضع أحدكم الإناء حتى يفرغ منه. هذا خاص بالنداء الإيش؟ الأول، لأنهم تحرجوا أول ما يسمعوا أذان الفجر الكاذب كانوا يمتنعوا عن الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الرخصة، لهم لا لسه الفجر الصادق لم يطلع، فيجوز لكم إن تأكلوا وتشربوا وتكمل الإناء اللي في إيدك، ده الأذان الأول الأمر فيه سعة. وكأنه يقول ليست هناك حرمة ولا حتى كراهة، لأنه احنا عارفين يندب الإمساك قبل الفجر بشيء، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك عن السحور قبل الفجر بقدر 50 آية، مقدار 10 دقائق تقريبا، استحبابا يعني ليجعل بينه وبين الشكوك والإيه مسافة. ماشي كده؟ هذا من باب الندب والاستحباب. لكن واحد قام أصلا قبل الأذان ب5 دقائق يأكل ويشرب عادي، ما فيش مشكلة خالص. واضح؟ قال: ولو طلع فجر وفي فيه طعام فلم يبلع شيئا منه أو كان مجامعا فنزع حالا صح صومه، لكنه لو ظل ولو قليلا، سمع الأذان واستنى لحد الله أكبر ما تخلص مثلا أو غير ذلك، أو قال لك كمل الماتش مثلا، ماشي، لحد ما يعني
ينزل مثلا أو يقضي شهوته أو وطره، خلاص فسد اليوم قولا واحدا. ماشي. لكن في هذه الصورة يكون القضاء بلا كفارة، هذه الصورة، بخلاف ما لو كان صائما وأفسد صيامه بالإيش؟ بالجماع، فيها القضاء والكفارة، وهنقولها بعد شوي. فرق كبير، هو لأنه أشبه المفطر عمدا، كأنه لم يبدأ صوما، يعني هو لم يفطر، وهنتكلم عليها بالتفصيل. الحين لم يبدأ الصوم أصلا، هو المفروض كان يجب عليه أن يمسك، لكنه كمن لم ينوي أن يصوم. لو أن واحد جاء عليه الفجر وكان قال أنا مش هصوم النهاردة، عليه له قضاء ولا قضاء كفارة؟ لا، احنا خلينا احنا بنقرأ، احنا بالمذهب الشافعي المعتمد عندنا في المذهب قضاء فقط. نعم. وحتى الحنابلة كذلك قضاء فقط في المفطر عمدا، بخلاف الجماع. أنا لا أتكلم عن الجماع الحين، أنا الحين ضربت مثال، قلت كمن لم ينوي صياما، ضربت مثال. ليه؟ لأنه الحين هو لم يشرع في صوم فأفسده بالجماع، إنما حكم من فيه طعام حلو ثم طلع الفجر فابتلع الطعام، فهو مجامع قبل الأذان، قبل طلوع الفجر، وظل مجامعا لم ينزع، فهو لم يشرع في صوم وأفسده بجماع. هذا فارق ونصوا عليه. ماشي. فالأمر يختلف، وهينص باللفظ كده. أنت عندك صور لو قلت لك عليها تتعجب إن شاء الله، بس تصبروا علي قليلا. قال ولو طلع فجر وفي فيه طعام فلم يبلع شيئا منه، وفيها إشارة بس حتى على جنب كده، كأنه لو أمسكه فترة من الزمن في فمه ثم تفله لا إشكال. وجود الطعام في الفم فترة من الزمن بعد طلوع الفجر لا إشكال فيه، إنما الإشكال أن يبلع شيئا منه. وحكم الطعام الذي في فمه ولو كان كثيرا كحكم بقايا الطعام التي بين الأسنان. ما لو موجودة، لو فضلت اليوم كله ما بين الأسنان أو في الفم تروح وتيجي، أو جات على لسانك وانت بتصلي أو انت صايم ثم تفلتها أو تأخرت في تفليها لا حرج، الحرج في ابتلاعها. وذلك هنا قال فلم يبلع شيئا منه، إشارة إلى التفل أو الإمساك. أو كان مجامعا فنزع حالا صح صومه. ثم قال والركن الثالث بعد النية والمفطرات، ثم تكلم عن المفطرات زي ما احنا ذكرناها في اللقاء السابق. قلنا ايه المفطرات؟ من يفتكر؟ قلنا الجماع والاستقاءة ووصول عين إلى جوف من منفذ مفتوح، قلنا واستمناء ولمس ونحوه بشهوة بلا حائل. صح كده؟ جميل. طيب قال هنا وصائم، الركن الثالث من أركان الصيام. قلنا نية وإمساك عن المفطرات وصائم، هو الركن الأساسي في الصيام الإنسان. شروطه إيه؟ قال وشرطه، وإحنا اتكلمنا فيها وذلك أنا سأمرها. قال وشرطه إسلام وعقل ونقاء كل اليوم. إسلام كل اليوم، فلو ارتد لحظة ثم عاد بطل صومه. فلو ارتد لحظة ثم عاد بطل صومه. وكذلك لو أن كافرا أسلم في جزء من النهار لم يجب عليه صوم هذا اليوم، ولكن يندب له إمساك بقية اليوم. يندب له إمساك بقية اليوم مجرد أن أسلم. وقت بداية اليوم لم يكن من أهل التكليف، تمام؟ كذا لو بلغ الصبي في اليوم، وقلنا البلوغ بيكون بإيش؟ هذا واحد من اثنين، إما بالاحتلام يقظة أو مناما خلاص، أو بالسن. والسن بلوغ 15 عاما هجرية بالتمام والكمال، إتمام 15 عاما.
فلو أتمها في وسط النهار في رمضان ولم يكن صائما وجب عليه إمساك بقية اليوم. ماشي؟ وجب أو ندب، ستأتي معنا عذرة. ولو بلغ صائما كما هو شأن أبنائنا في الغالب بيبقوا صايمين من سن 9 و10 وأكثر وكده، فلو بلغ صائما وجب عليه الإمساك، مع أنه هو صايم كان ممكن يفطر، يعني في أي يوم ليس الصيام في حقه واجبا وهو صبي، في أي لحظة لو بدا له أن يفطر له رخصة، صح؟ مش فرض زي البالغ، ليس من أهل التكليف، لكنه لو بلغ أثناء النهار صائما وجب عليه إمساك بقية اليوم، بخلاف ما لو بلغ مفطرا ندب له الإمساك ووجب عليه من اليوم التالي، من تاني يوم على طول هو فرض في حقه، لا يجوز له أن يفطر، وإن أفطر جرت عليه أحكام من أفطر عامدا متعمدا. واضح؟ طيب. قال وصائم وشرطه إسلام وعقل، والعقل لو جن لحظة في اليوم أيضا، لحظة الجنون لحظة بطل الصوم، بخلاف الإغماء والسكر. لو أغمي عليه جل النهار وأفاق لحظة في يومه صح صومه. ممكن هيقول لي الفرق يا عم الشيخ، وهقول لك حاجة، احنا عندنا 3 حاجات فيهم فقدان عقل شيئا ما، جنون وإغماء ونوم. النوم لو نام كل يومه صح صومه، لأنه من أهل التكليف ولا يزول التكليف عنه بالنوم. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فالنائم من أهل التكليف، نعم يرفع عنه القلم والإثم، فيها ضوابط وتفصيل مش مجالها الحين. ماشي؟ اختلف العلماء في المغمى عليه، هل يلحق بالمجنون حكما أم يلحق بالنائم؟ ومن هنا نشأ الخلاف. المغمى وسط ما بين الاثنين، فمن ألحقه بالنائم أوجب عليه قضاء ما يكون في غيبوبته من صلاة أو صيام ولو طال زمان الغيبوبة. ومن ألحقه بالمجنون رفع عنه التكليف. ومنهم من جعله بين كأصحاب المذهب الشافعي، أوجبوا عليه قضاء الصوم ولم يوجبوا عليه قضاء الصلاة. لو واحد دخل مستشفى وربنا يعافينا ويعافيكم، دخل في غيبوبة عدة أيام، ليس عليه أن يقضيها بعد أن يفيق، هذا في المذهب الشافعي. عند الحنابلة يقضيها وجوبا. ماشي؟ عند الأحناف يقول يقضي يوما واحدا، يكفي يوم واحد، لو قعد حتى سنة في غيبوبة أول ما يقوم يجيب يوم. مسألة فيها خلاف أصولي فقهي. ماشي؟ طيب خلينا بس احنا في المذهب الشافعي مش عايزين نتفرع كتير. قال وصائم وشرطه إسلام وعقل. عندنا في المذهب هيجي بعد شوية يتكلم عن المغمى عليه، إن المغمى عليه إذا أغمي عليه كل اليوم يقضيه، لكن لو أفاق منه شوية صح الصوم. وكذا السكران لو سكر ليلا سواء بتعد أو بغير تعد، ممكن يحصل سكر من غير تعد، يشرب دواء معين خد كمية أكبر من اللازم فأسكرته، واضح؟ أو شرب مشروب معين وهو لا يدري أنه مسكر فبان له أنه مسكر، هنا يرفع الحرج للغلط. ماشي؟ وصومه صحيح إن كان نوى بالليل قبل أن يشرب وبدأ اليوم، ولما أفاق ظهرا أو عصرا صحي من السكر أو من الغيبوبة، بيكمل باقي يومه ويومه صحيح. جميل؟ طيب. قال وصائم وشرطه إسلام وعقل ونقاء كل اليوم. لو أنزلت المرأة قطرة دم قبل المغرب بلحظة، مش أقول بدقيقة، بلحظة، فسد اليوم،
تعيد خلاص بعد ما تطهر من حيضها أو نفاسها، ماشي، تقضي هذا اليوم. قال ولا يضر نومه كل اليوم، وإغماء أو سكر بعضه، يبقى وإغماء أو سكر بعض اليوم لا يضر، إنما كل اليوم يضر. قال وشرط الصوم الأيام، بالنسبة للأيام عشان الصيام يبقى صيام صحيح ما يبقاش صيام فاسد، أن يقع في أيام يجوز فيها الصيام، صح؟ قال وشرط الصوم الأيام غير عيد وتشريق وشك بلا سبب. يبقى الأيام المحرمة هي محرمة شرعا، ولو صامها الإنسان لا يصح صومه، لا نفلا ولا فرضا. لو كان بيصوم فيها فرض نقول له لا، لم تقع، هو صيام فاسد. كمن عليه قضاء فصام يوم الفطر هذا القضاء، نقول له لا يجزيك، أعده. واضح؟ قال وشرط الصوم الأيام غير عيد وتشريق، أيام التشريق الثلاثة أيام التي بعد عيد النحر 11 و12 و13 من ذي الحجة، ولا يجوز صومها ولا لمن عليه أيام تمتع. عارفين التمتع فيه هدي، من لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. وتبدأ في الحج بمن وقت إحرامه بالعمرة، ماشي. فلو ما صمهاش راح متأخر، راح يوم عرفة مثلا، قال لك عندنا في المذهب لا يجوز صوم هذه الأيام الثلاثة حتى ولو نيابة عن الإيه؟ عن هدي التمتع، يجعلها بقى بعد، حتى وإن رجع إلى أهله، ويصوم 3 منفصلين ثم بعد ذلك 7، يجعل بينهم فاصلة. قال وشرط الصوم الأيام غير عيد وتشريق وشك بلا سبب. يوم الشك اختلف في المذهب فيه بين حرمة صومه وبين الكراهة، والأكثرون في المذهب على الكراهة لا على التحريم، والأكثرون على الكراهة لا على التحريم. طيب وما هو يوم الشك؟ قلت لكم في أول لقاء هذا الضابط، مش عارف الناس فاكرة ولا بتنسوا مني؟ له ضابط، أحسنت، هو آخر يوم في شعبان، بس لو كان شعبان 29 ما يدخلش معايا أصلا، ما يبقاش يوم الشك خالص. يعني لو شعبان جي 29 يبقى لم يأتي عندي يوم شك. دي عند الحنابلة، عند الحنابلة هو اليوم الذي يشك فيه أهو من شعبان أم هو من رمضان، وإذا كانت السماء مغيمة فيها غيم، استطلعوا الهلال ليلة 30 وكان في غيوم، فممكن يطلع كده أو كده. وعند الحنابلة يجب صومه على هذه الحالة، صح؟ طيب، لكن عند الشافعية أصلا لا يجوز صومه، اللي هو يقولوا إن كان من رمضان خلاص يبقى احنا صايمين، وإن كان من غير رمضان فاحسبه تطوع، لا يجوز بهذه النية، تردد في هذه النية لا يجزي. الأمر الثاني يوم الشك، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوما يصومه الرجل فيصومه، يعني إلا أن يوافق عادة له. يوم الشك عندنا في المذهب هو يوم 30 من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته، معناه تحدثوا بالرؤية فيما بينهم ولم يشهد أحد منهم عند القاضي فيحكم بأن غدا من رمضان. في ناس شافوه قال والله شفنا الهلال وبكرة رمضان، بس ما حدش راح قال للهلال، أو حد راح والقاضي لم يأخذ بشهادته، كصبيان أو نساء، ماشي كده، كصبيان أو نساء ترد شهادتهم، أو فسقة أو عبيد، هؤلاء ليسوا من أهل الشهادة. أو إحنا النهاردة ما نعرفش ناس راحت ولا ما راحتش، ولقينا بعض الناس يقول والله شفنا الهلال طلع وإحنا شفناه بعينينا، ومجموعة أكثر من واحد على الأقل، وصدقهم شخص ما،
فرمضان في حقه واجب ما دام صدقه. ومن رأى في حقه واجب ولو أصدر القاضي فتوى أن غدا ليس من رمضان، البكرة تتمة شعبان، يبقى ده يوم إيه؟ شك. تعريفه كده عندنا في المذهب هو يوم 30 من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته، أي رؤية الهلال، ولم يشهد به أحد عند القاضي ممن تحدث، أو شهد به عدد يرد. لو واحد بس ممن يرد لا يؤخذ بكلامه، لكن لو واحد عدل تقبل. احنا أصلا بيقول صوم رمضان يثبت بشهادات عدل، ماشي؟ وقلنا عدل الشهادة غير عدل الرواية فشرحناها في أول لقاء. نعم، وجوبا يجب في حقه قولا واحدا يجب. طبعا أنا بتكلم قولا واحدا، بتكلم في المذهب، يعني قد تجد في مثل هذه المسائل خلاف، ماشي؟ لكن عندنا في المذهب يجب، لأنه خلاص هو رأى، والنبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الصوم على الرؤية، قال صوموا لرؤيته وهو قد رأى، بل من صدقه وجب في حقه ذلك، ومن غلب على ظنه صدق القائل وجب عليه أن يصوم. ولذلك تذكرون في أول لقاء قلنا هناك رؤية عامة ورؤية خاصة، أو ثبوت عام لجميع الناس وثبوت خاص، صح؟ طيب، قال وسنة تسحر. احنا بقالنا قد ايه كده؟ ماشي، لحظة يا طيب، كنا هندخل على الفطر والقضاء بس كده مش عشان ما نطولش عليكم كتير قوي يعني. قال وسنة تسحر، ودي تبع برضو الآيات اللي ذكرناها. قال وافعل ثلاثا فعلها مسنون، فالفطر عجل والسحور أخر، وقول هجر في الصيام فهجر. هنا قال وسنة يعني يندب تسحر، مجرد السحور حتى لو كان مبكرا مندوب، وتأخيره أيضا مندوب، يعني يسن السحور عموما ويسن تأخيره، ماشي؟ فيبقى أنا عندي مجرد تأخير السحور في سنتين، لكن لو واحد تسحر مبكرا عمل سنة واحدة وهي سنة السحور. جميل. قال وسنة تسحر وتأخيره، وتعجيل فطر إن تيقن. مع اليقين يسن التعجيل، لكن مع التحري فقط يسن التيقن وننتظر شوية. احنا قلنا هناك شوية قال ايه وحل إفطار بتحر واليقين أحوط، أو اليقين أحوط، ماشي؟ هنا قال وتعجيل فطر، يبقى ده النقطة الثانية أو العنصر الثاني في مستحبات الصيام، سحور وتأخيره وتعجيل فطر مع اليقين، وفطر بتمر، يندب الفطر على التمر. فالماء إذا فقد التمر يبقى مية، ولو وجد الرطب فالرطب مقدم على التمر، يبقى الرطب الأول وبعدين التمر وبعد كده المية، ماشي؟ قال وفطر بتمر فماء، لحديث إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور. فإن كان ثم رطب قدم على التمر للاتباع، ورد ذلك في أحاديث عند الترمذي وغيره، ماشي؟ وكون الفطر بما ذكر سنة مستقلة، أن يكون الفطر على تمر أو ماء. قال وترك فحش وشهوة. الفحش حرام، إزاي يقولوا في مندوبات الصيام؟ قال وترك فحش مندوب لأجل الصيام، يعني فوق كونه حرام نقول له أنت كمان صايم، يعني من باب أولى أنت يعني خلي عندك شوية، وعشان صايم ابعد عن الفواحش والمحرمات. فيبقى لمعنى الصوم يندب ترك المحرم زيادة عن كونه محرما. وضحت؟ ماشي؟ يعني معنى وترك فحش لأجل الصوم، يعني ما يجي يقول الغيبة حرام ونقول وتشتد إذا كان الإنسان صائما. لماذا تشتد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
امال انت صايم ليه؟ صايم عن المباح اللي هو الاكل والشرب والجماع، وعماله تضيع صيامك وتبوظه او تفسده بمعنى تخريقه وليس الافساد الشرعي، ماشي؟ والا فالصوم صحيح، ماشي؟ اظن احد العلماء كان عطاء او الاوزاعي كان يرى فساد الصوم بالغيبه بمعنى الفساد البطلان. نعم، الامام الاوزاعي رحمه الله. لكن الصحيح طبعا جماهير اهل العلم ويكاد يكون يعني يكاد يكون اجماعا بانه الصحيح ان الصوم صحيح. قال وصلنا فين؟ ماشي. قال وترك فحش وشهوة، ويعني بالشهوة هنا الشهوة المباحة التي فيها نوع ترفه، قالوا كشم الورود والرياحين، لأنها من الترفه الذي ينبغي للصائم أن يتنزه عنه، لأن مقصود الصيام التبذل والخضوع. ماشي؟ طبعا هو مباح، قال هي شهوة مباحة مفيش فيها حاجة، بس يندب تركها. ولذلك كأنه ممكن نقول بناء على ذلك ممكن يندب الترفه أو الترفع عن الطيب والبخور والحاجات دي وانت صايم، حتى لو مش هتفسد ايه؟ صيامك. ولمثل هذا المعنى قال من قال، ومنهم عندنا قول في المذهب، عدم جواز استخدام السواك بعد الزوال للصائم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصحيح عدم كراهيته حتى في المذهب عندنا، والصحيح عدم كراهية استخدام السواك لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. ماشي؟ قال وترك فحش وشهوة ونحو حجم. نحو حجم أي الحجامة وما يشبهها وهو الفصد. الفرق بين الاثنين الفصد في الرأس والحجامة في سائر الجسد. والحجامة أو الفصد اللي عارفينها استخراج الدم اللي فيه أخلاط من الجسم. ماشي؟ قال وذوق وعلك أو وعلك. العلك اللي هو اللبان اللي ما فيش فيه أي طعم ولا نكهة ولا أي مواد صناعية، زي لبان السمرة تقريبا. ماشي؟ تذكرونه. ماشي؟ ما اعرفش لبان الذكر ممكن يدخل في الجواء أو ممكن يعني يشبهه إن كان له طعم. نعم له طعم، زي أظن إن الصحيح هو لبان السمرة اللي هو يعني عديم الطعم واللون، ما فيش حاجة بتستخدم أو ليست له فائدة إلا جريان الريق. ماشي؟ هو العلم. قال ونحو حجم وذوق. تذوق الطعام يندب أيضا ألا يذوق الإنسان، لا الرجل إذا كان بيطبخ ولا المرأة، فإن احتاجت جاز، وبيدفو الإنسان بعد ما ذاق، ما يبتلعش أثر الذوق. ولذلك قال يندب ترك الذوق، يندب ترك الذوق وترك العلك. ويندب أن يغتسل عن حدث أكبر ليلا، يندب ألا يطلع عليه الفجر وهو جنب، لا من احتلام ولا من جماع، لكن إن طلع عليه الفجر لا إشكال، صومه صحيح. ماشي؟ وذلك قال ويندب أن يغتسل عن حدث أكبر ليلا ويقول، يعني ويندب أن يقول عقب فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وهنا في بعض البوستات اللي بتعلق في المساجد تلاقيهم حاطين اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، يقول لك عاملينها إيه؟ عليها إكس، يقول لك غلط، يقول لك الحديث لا يصح، إنما يقول لك إيه؟ اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ثبت نعم، أيوة، لا لسه برضه حتة ده. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم نعم ذهب الظمأ، أنا عايز ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. حديث صحيح. وهذا الحديث أيضا مرسل، رواه الإمام أبو داود بإسناد حسن لكنه مرسل فيه، فالحديث مقبول ولا إشكال. والصحيح جواز الجمع بينهما، من باب الفائدة أردت يعني أن أذكرها، وأنا لا أميل إلى مثل هذه الفكرة أبدا. بعض الناس يتشدد، احنا عندنا الحديث الضعيف يجوز الأخذ به في فضائل الأعمال. أنت بتقول ذكر، يعني حتى لو قلنا أنه ضعيف مش إسناده حسن كما نص على ذلك أبو داود رحمه الله وغيره،
ماشي. فلا بأس أن تقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت، ثبت الأجر أو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ماشي. مثل هذا مما فيه سعة. هو من فضائل الأعمال، هو ذكر لله عز وجل، فذكر الله إذا ثبت ولو في حديث ضعيف جاز الأخذ به. يعني ليس حكما شرعيا ينبني عليه مشروعية أو عدم مشروعية أو حل أو حرمة مثلا معايا. فهنا قال، هو نص على ذلك مش الإمام الشافعي بس، يعني هذا نص عليه الإمام وغيره في المذهب، بل الأئمة في كثير من أشياء في أحاديث ضعيفة قالوا بجواز فعلها، في أذكار عقب الصلوات وغيرها. تجد برضو بعض الإخوة الفضلاء الذين يتوسعون في باب البدعة. وإن شاء الله إذا ربنا قدر ولعلي تكون لنا سلسلة دروس بعد رمضان إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله ممكن نفرد سلسلة دروس للسنة والبدعة بإذن الله تعالى، مهمة جدا. كنت بفضل الله عز وجل يعني أديت هذه السلسلة قبل سنوات في مسجد النووي عندنا، سلسلة طيبة رائعة جدا بتفتح دماغ الناس ونبدأ نفهم. المشكلة عندنا في تضييق كثير من الأمور وتحريم وتبديع أشياء ما أنزل الله ببدعيتها من سلطان. ماشي. ولكن هو يعني نقدر نقول قول موجود، ولكنه فيه تضييق على الناس وفيه توسع في هذا المفهوم، وهذا التوسع يضيق على الناس دينهم. ماشي. لا دي كانت قديمة قوي وما أظنش إنها متصورة، اللي هي قديمة قبل سنوات يعني معايا. اللهم المستعان. الفرص كثيرة أدلك إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب إحنا بس كده خلاص هنختم هنا وهنقف عند ما يبيح أو شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح الترك في اللقاء المقبل إن شاء الله. هنقول بس الأبيات نختم بها. قال هنا تتمة حديثي بس، قال ويقول عقب فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ويكثر في رمضان صدقة وتلاوة واعتكافا لا سيما العشر الأخير. يعني يستحب أن يكثر في رمضان من هذه العبادات ويتقرب إلى الله عز وجل بها في الصدقات، المقصود بها الصدقات هنا بخلاف الزكاة، الصدقات التطوع والاعتكاف. وقال لا سيما في العشر الأخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في سواه. هقول الأبيات أختم بها بس لفائدتها ثم نذكرها في اللقاء المقبل إن شاء الله. شوفوا بس يعني جمال كلام. قال الأيام التي يحرم فيها الصيام، قال والصوم في العيدين والتشريق لم يجز بحال بل فساده انحتم، ويوم شك مثلها فليمنع ما لم يوافق عادة التطوع. يوم الشك يجوز صومه لكفارة أو لنذر أو لقضاء أو لعادة صوم، كأن يوافق اثنين وخميس والإنسان بيصوم اثنين وخميس ويجي يوم خميس 30 شعبان بالوصف الذي وصفناه، فيجوز للإنسان أن يصوم حتى لو الجمعة أو رمضان ما فيش مشكلة، ويوصل يوم الشك برمضان لا إشكال. ماشي. أو واحد بيصوم يوم ويوم. ماشي. وهكذا. قال أو صامه عن نذر أو عن قضاء أو كان عن كفارة فيرتضى، لكن على ذي الرؤية المحققة صيامه وكل من قد صدقه. صاحب الرؤية اللي شافها بنفسه يجب. قال لكن على ذي الرؤية المحققة صيامه أي وجوبا حتما وكل من قد صدقه.